السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد في طبق جديد من اطباق شيماء. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو، وكنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد بما انه على الابواب وبقى لنا غير شي ايام يعني ويوصل. فهنايا غادي نوجد معكم واحد المركز ديال الحامض اللي كيجي زوين وبنين بزاف ويعني منعش لواحد الدرجه ما تصوروهاش. بما اننا كنكونوا صايمين فراه كيجي زويون وتقدروا يعني تشربوه غير بوحده ولا تطحنوا معاه اي فاكهه نتوما باغيينها. فبلا ما نطول عليكم نخليكم مع المقادير والطريقه ديال التحضير. هنا عندي 3 كيلو ديال الحامض. غادي نحك هاد القشور ديالها كاملين، يعني غادي ندوزهم كاملين، نحيد لهم ديك القشاره اللي كتكون برا وما تدخلوش القشره البيضاء باش ما تعطيكمش المروره في المركز. غنكمل هاد الكميه ديال الحامض اللي عندي ونرجع معكم. فبالنسبه للسكر هنا غادي نبدا نضيف السكر. الكميه السكر كل كيلو عليه نص كيلو، كل كيلو ديال الحامض عليه نص كيلو ديال السكر. فتقدروا تبداو يعني اللي عندها غير كيلو ديال الحامض كدير له نص كيلو السكر، اللي عندها جوج كدير كيلو وانتم غاديين. هنايا غادي نبدا نفرك داك القشور مع السكر بيدي مزيان حتى كيبدا يعني ديك الزيوت الطياره اللي في داك القشور كيبداو يخرجوا، كيولي بحال اللي معلك شي شويه. غادي نضيف الكميه ديال السكر اللي عندي كامله ونكمل معكم الفيديو. ملي كنكمل كنخليه على جنب وغادي نمشي نعصر هذيك 3 الكيلو د الحامض اللي عندي. غادي نعصرها في العصاره باش ديك الماء ديالها غادي نضيفوه على ديك الكميه اللي عندي ديال السكر والقشور ديال الحامض. هنايا كما شفتوا راني زدت داك العصير اللي عصرت كامل على داك الخليط ديال الحامض والسكر ديال القشور والسكر. غادي نخلطهم مزيان نحركهم حتى كنحس بداك السكر داب، وغادي نغطيهم ونخليهم في شي بلايصه يباتوا ليله كامله. الا تفكرتوهم ولا ضربتكم الفيقه بالليل ولا تقدروا تحركوهم شويه. هنايا راه من بعد ما بات كيولي الشكل ديالو بحال السيرو. صافي غادي نبدا نصفيه باش يتحيد ليا يتحيدوا داك القشيرات اللي يعني اللي كاينين تما ويبقى لي غير السيرو من التحت. بالنسبه للقشر فتقدروا تستعملوهم في الحلويات، تنكهوا بهم الحلويات يعني ما ترميوهمش، كتخبعوهم في شي بواطه وكتستعملوهم في بزاف ديال الحوايج. بالنسبه للطريقه ديال الاستعمال ديال المركز، فكاس ديال العنبه كديروه في طرو ديال الماء، يعني كاس ديال المركز كديروه في طرو ديال الماء وهكا راه كيكون العصير ديالكم واجد. انا غادي ندير معكم يعني فيديو بالطريقه اللي قلت لكم دابا. تقدروا تشربوه هكاك، تقدروا اللي بغى يضيف شي فاكهه واحده اخرى من الفواكه اللي كيبغي كيزيدها. اما غير الحامض بوحدو راه كيجي زوين ومنعش وخفيف بزاف وكيجي المذاق ديالو رائع. كنتمنى تجربوه.
الا جربتوه خليوها لي في التعليقات وقولوا لي كي جاكم. والناس اللي عجبهم الفيديو كنتمنى يخليو لي حتى هما تعليقات زوينين كيف العاده. الى اول مره كتشوف القناه، ما تنساش الضغط على زر الاشتراك وتفعل الجرس باش توصل بكل جديد. وهنايا غادي نخليكم، والى الملتقى ان شاء الله في الفيديو القادم، والى اللقاء.